أهلا ومرحبا فيكم ببرنامج المسامح كريم. كل مرة طلع معنا هيك قول مأثور عن التسامح وعن الغفران بحب لكم إياه. يقول الإمام الشافعي: دعي الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء. القصة اللي عندنا الآن هي هيك نموذج عن العلاقات بين زوجة الابن والحما أمه. يعني بقى الزوجة هي اليوم طالبة أنه تشوف حماتها. الزوجة هي خديجة محمد طالب من سوريا، بنرحب فيها. أهلا خديجة. أهلا مدينة. تفضلي تفضلي. ما شاء الله عليك، يا ما بتحكي انت جاي ما بتحكي لك شلون بدي احكي؟ شلون تحكي؟ طيب اهلا وسهلا فيكي. شلون هاي اللهجه الشاميه الحلوه؟ يا اهلا وسهلا فيكي. اهلين فيك. خديجه متزوجه من احمد وهم من سوريا، ولكن خديجه قبل ما احكي انا وياها، خديجه صار عندها هيك حكايه مع حماتها. لما انجبت خديجه جابت قصي ابنها الاول، اجت حماتها حتى تساعدها، وصارت بتعرفوا الحما تبقى حريصه على الابن، على عائله الابن، على اسره الابن، على احفادها، على حفيدها الصغير، صارت تتدخل شوي مثل كل الحموات. يعني بقى يمكن خديجه تحسست من الموضوع، ما عجبها هالشيء، عطتها ملاحظات لحماتها، زعلت الحما وصار في جفاء. خديجة مش حابة انه يستمر هالجفاء، جفاء يعني عمره تقريبا شي سنة، مش حابة يستمر، بدها توضع حد نهائي له. مش هيك؟ لهالسبب اجت على برنامج المسامح كريم. بدك تقولي شي بعد؟ لا شكرا. هذا كل شيء؟ لا بدي احكي طبعا. احكي تفضلي. اول شيء شكرا لك على استضافتي انا بالبرنامج. بشكرك على ثقتك فينا. ثاني شيء انا بدي احكي لكم شوي عن حياتي يعني، وعن المشكله اللي صارت معي ومع نعم. حماتي اللي هي بمثابه امي. نعم. جوزت عمري كان 19 سنه، يعني حوالي 3 سنين. نعم. صارت علاقات مو زياده بيناتنا، لانه كانت حماتي مو رضيانه فيي، يعني انا اخذت جوزي عن قصه عن حب، وكان حاببني وانا حاببته، فهو ما رضي. ما رضت حماتي فيي بالمره، يعني كانت غير مقتنعه فيي. نعم. بعد ما جوزنا فتره صارت بلش الملاحظات وتعليقات، شيء على اواعي ابني، شيء علي، شيء على اواعي انا. فانا كنت كثير متضايقه، انا ما احب حدا انه يتدخل بخصوصياتي. نعم. يعني لبسي طبعا لبسي ملك الي، خاص فيي انا. نعم. ضخمت الامور، وسنه عن سنه صرت تراكم يعني بقلبي ضغط كثير. صحيح. فاجت نهار كانت جاي لعنا، وكنت معصبه انا كثير منها، يعني وحاكتني انا، فطردتها من البيت. طردتي يعني بشكل غير طبيعي، يعني كنت معصبه يعني. منفعله كنت؟ منفعله. فشيتي خلقك. قلت لها اطلعي من حياتي واطلعي من برات بيتي، انا خلاص زهقت منك، ما عاد اقدر اتحمل ولا كلمه منك. فهي زعلت مني، وانا هلا طالبه اني سامحني قصدي عفوا، سامحني لاني انا غلطت بحقها، وهي بمثابه امي. نعم. بس انت هل انقطعت نهائيا العلاقه بينك وبينها، ولا كنتوا تشوفوا بعضكم بس في جفاء؟ لا طول ما ضلت سنه ما في علاقه بالمره. واحمد زوجك شو ما تدخل بالموضوع؟ طبعا انا صارت بيني وبين جوزي كثير مشاكل بسبب اني طردت امه. نعم. وهلا علاقتنا بالمره سيئه، يعني لا حياتي لا حياه مع زوجي بالمره. بسبب بس بعضكم عايشين مع بعض، يعني عايشين مع بعضنا، بس في توتر كثير كبير. يعني هو ياخذ عليك انه انت ما احترمتي له امه. طبعا. وزعلان كثير. وانت بدك ترضي الفريقين. هلا انت عم تكسري من حقوقك تجاه حماتك لحتى ترضي زوجك ايضا. طبعا، لانه هي بمثابه. فيني افسرها هيك؟ ايه. يا اهلا وسهلا فيكي، وشكرا على ثقتك فينا يا خديجه. الله يخليك. بتشكرك. انا وجهت لها الدعوه لحماتك، للسيده سناء نوري. خلينا نشوف اذا قبلت تجي على الاستوديو.
اهلا استاذ جورج، احنا دلوقتي رايحين اكتوبر عشان نسلم دعوه الحضور لام طلال. مساء الخير. اهلين. حضرتك ام طلال؟ ايوه حضرتك ربة منزل صح؟ صح. طيب انا اسماء سعيد من برنامج استاذ جورج كرداحي، انا جايه اوصل لحضرتك دعوه لحضور البرنامج معانا. مسامح كريم. ايوه هو فعلا مسامح كريم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلين. مين انا البرنامج السعلانه وده الصالح امين. حضرتك بصراحه انا ما عنديش اي معلومات اقولها لك، بس انا مهمتي ان انا اوصل لحضرتك الدعوه. شكرا. العفو. حضرتك قبلتيها؟ ايوه. استاذ جورج ام طلال قبلت الدعوه وجايه ان شاء الله. مع السلامه. القصة اللي معنا بهالحلقة من سوريا قصة ممكن كل الأزواج بيصادفوها، يعني في قصة حما مع زوجة الابن أو الزوج مع أم البنت، المهم الزوجة. على كل حال في معنا نحن خديجة اجت تعتذر من حماتها. حماتها اسمها سناء الشهابي. سناء الشهابي موجودة بالخارج ناطرة انه نناديها، بقى خليها تتفضل. يا اهلا بست سناء، يا اهلا فيك، يا اهلا. تفضلي 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 يا حجي، كيفك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. ما اشتقتي لسوريا؟ لك شلون؟ شلون؟ قديش الك هون بمصر؟ والله سنتين. سنتين. شهر 4 بصير سنتين. ايه. يلا امتى بترجعوا؟ قريبا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طمنيني عني، كيف والله أمورك الحمد يا لله حبيبتي؟ الحمد لله كل شيء منيح؟ الحمد لله. الاهل كلهم عم تطمني عنهم؟ الحمد لله الحمد بالشام؟ لله عم نطمن عنهم. الحمد لله كلهم بخير الحمد لله. يا ستي. يمكن عم تتساءلي، انت سالتي انه ليش مين انا، مين مزعله، مين مزعل، مين مزعل. والله ما بعرف. انت مين مزعلي؟ والله انا ما بزعل حدا ابدا ابدا، ما بدي مزعله حدا. لهجتك بزعل. حلبيه شوي؟ شوي ايوه. انت من حلب؟ ايوه. كيف عرفت انا؟ من لهجه. من لهجه. من اللهجه. أيوة. باركي هلا ابركي. ايوه خليني ابرك انا كمان. يلا اهلا وسهلا. طيب يا ستنا، ام احمد انت؟ او في عندك اكبر منه لاحمد؟ عندي اكبر منه. شو اسمه الكبير؟ بقولوا لي ام احمد، بقولوا لي ام طلال. ام طلال انت؟ ام طلال. ام طلال. يا هلا. يا اهلا وسهلا بام الله طلال. يسلمك. انت بركي. تسلم. والله تسلم. يا ستي ليكي، ما في شيء مفاجأة رح تشوفيها، بس منا كثير صعبة، وانا بتصور رح تكون مفاجأة حلوة. لانه الشخص اللي داعيكي بيعزك بحبك، في سوء تفاهم انت وياه. ايوه. بدك تعرفي مين؟ مفاجأة؟ والله ما بعرف مين. يلا اطلعي بهالشاشة. يا ما بريدة، لا تحكي معي، ما بدي. لا لا تحكي معي، ما بريدة، صار لي سنة ما شفتها. ايه لا تحكي معي، ما بدي اياها، ما بدي اياها. لا هي ولا جوزها ولا اولادها. ما بدي اياها، ما بدي اياها. لا تحكي معي طاول. انطلاق. طلعتني، زعلتني، طلعتني من بيتها، عم بنصحها مشان ابنها الصغير، قال لي دول من عندي، ما بريدة. ام طلال، انت عارفة ليش جاي لهون هي؟ والله ما بعرف ليش اجيت لعندي. قال عم بتطالبك $1,000,000. لا ما بدي، والله ايش ما اعطتني، ما بحكي ما اعطى. لا عم بتطالبك، انت بتعطيها. انا ما معي ولا خرجت. ام طلال طلعي فيني يا ام طلال. هيدي البنت ما بريد اشوفها وما بطلع عليها. ما تشوفيها، ما تشوفيها. طلعي فيني. بدك تشوفيني انا؟ ايه. طلعي فيني انا. ايه. خلص لا بقى تشوفيها. هيدي البنت جاي تعتذر منك يا ام ما طلال. بقدر اعذر. مش هاي
مستحيل. مستحيل. بس انا سمعتك قلتي شيء انت ما بريد تشوفها لا هي ولا زوجها. ما بدي لا أحمد. جوزها ولا ابنه ولا شيء، انا صار لي سنه ما شفتها، ما بعرف عنها شيء ابدا. ابدا. انت مع مين عايشه ام طلال؟ وحدي وحدي. وحدي. بعثت لك رساله، لا ما بلا، خليني اقرا لك اياها. ما بدي اياها، ما بدي اياها، خليني. انا قلعتني من بيتها. هودي اجي اصيلحها، ما بدي اياها ولا يعني- رياره الرساله، ما بدي. انا بعشق لهجه حلب واهل حلب، حبايبي اهل حلب وانت حبايبي. والله، يعني اعز الناس. تسلم. ليكي شو بتقلك؟ امي العزيزه الغاليه ام طلال، لم اتعامل معك ابدا باعتبارك حماتي، دوما كنت بمثابه امي. طيبتك وخوفك علي واهتمامك بان تكون حياتي انا واحمد سعيده، ومحبتك لقصي اشياء لا اشك فيها ابدا. بصراحه انا نادمه على غلطتي في حقك، واشعر اني لم اعتذر لك بشكل كاف عنها، وهي غلطه كبيره. ما خرج. قد انا عم نكون بنصحها. قد نكون مختلفتين في طرق التربيه او في التعبير عن مشاعرنا، لكني ما كان يصح ابدا ان ارفع صوتي عليك وان اتصرف معك كما تصرفت. وانا هنا اليوم لاشهد الناس جميعا اني اسف من كل قلبي على ما فعلت وعلى كوني اغضبتك. مالي عبلاني شيء، مالي ما بيتنا بريد اشوفها يتشرف ولا احكي معها. بيتنا يتشرف دوما بوجودك فيه، وانا لم ارى احن منك على قصي الذي اتمنى ان اربيه ليصبح رجلا صالحا مثلما ربيت انت طلال واحمد. مره ثانيه اعتذر لك امام جميع الناس، وارجو منك ان تسامحيني، والمسامح كريم. ماني مسامحتها ليه؟ لانه قلعتني من بيتها. ما ندمان. قاتل فيني بكفيني. ندماني. انت ما كنتي مزوجه؟ ما قلعتي حماتك من بيتك كمان. بس يا ام طلال تعبها صعب. ضميرها. صعب اسمعي يا حجي، تعبها ضميرها يا حبيبتي. صعب. جاي هي قدام كل الناس، مش بس اهل الشام وحلب، جاي قدام ملايين الناس تعتذر من صعب. حماتها صعب. وتعملك انت نجمه. انا ما بدي اصيلحها نهائي. انت نجمه، لا. نجمه كتير بطيبتك وبمحبتك ووجهك الصبوح. تسلم. صعبة، أنا كل ما هي صعبة. بتذكر قاتلي. اي صعبة ام طلال. اسمعي لا تبكي هلا، خلص ولو يا شيخة في اشياء اكثر بكثير بتبكي. الوضع اللي عم بيصير بسوريا ببكي اكثر من هيك. ليش عم تبكي انت على شغله انه والله قلعتني لأن من هلا بيتها؟ الظروف هيك وولعتني، يعني شيء صعب كمان. ايه بعرف صعب، بس صعب هي لا ندمانة يعني نحن زعلانين وزعلنا أكثر. وهي ندمانة زعلنا أكثر. ندمانة، وهي في مشاكل صعب. بينها وبين زوجها بسبب هالموضوع، وزوجها رافض. هي غلطت وأنا ما بدي ويمكن زوجها كمان، أسامحها. زوجها محقوق، لازم كان يصالحكم من قبل هلا ما توصل لعندي القصة. بس وصلت لعندي، بس أنا أنا مرت أشوفها طاول. خلص شفناها هلا شفناها. وانا بشوف انه المسألة لا تستاهل. صعب. انت هلا رجع لك اعتبارك، وهيدي البنت اعتذرت ما امام بعمل ملايين اعتذار. الناس. ما بعمل اعتذار. ولو يا شيخة انت ست لا مؤمنة لا وست محبة محبة، وهي بس أثرت وانت كثير لحظة خليني اكمل. وهيدي البنت خلفت لك حفيد قصي واحترمته، صار لي سنة ما شفته. ايه بدها تفرجيك اياه. ما شفته لا ابني. ايه بدها تشوف، بدنا نشوف لا الجميع. يروح تليفونه يدق. قالت لك بيتنا بيتشرف والحق على ابنك. الحق على امه رد عليه. دورتيها تحمليها المسؤوليه لها. لا بقى سمع كلمة مرته. شو بدي اعمل له طيب؟ ربيتيه انت هيك؟ ايه بقى مش انت ربيتيه هيك؟ ايه طبعا. طيب. ربيته بس ما قلت له انه بعيد عني. طيب هلا بدنا نرجع. لا بدنا أنا نرجع ما الامور. لا. بدنا نرجع، الابن بده يرجع لعندك، صعب. والقصي بده يرجع لعندك. ليكي
خديجه تفضل يا حبيبتي. شوفي وجه اسم الله مثل القمر، طلعي فيها. وين بتشوفي كني مثل هيك؟ كثير لا ما اخرج اشوفه، كثير انا متاثره من كلامه. ليكي مش عم كلامه يا خديجه. احكي لها انت، ما حدا غيرك رح يقنعها، انا شكلي ما رح اقنعها. اتذكر انه قالت لي اطلعي من بيتي. يا شيخه خلص طلعنا من البيت ومرقت ايام، بدنا نرجع. يلا يا خديجه احكي. انا اسفه كثير، والله انت مع امي، والله العظيم انت مع امي، بوس ايدك سامعيني، حياتي كلها تتغربت من بعدك، ان شاء الله سامعيني، سامعيني بوس رجليكي سامعيني، ان شاء الله سامعيني، انا والله ما قادر اتحمل. لا سامحيني يا امي، ماني بنتك انا، سامحيني يا امي، سامحيني. لا سامعيني. لا سامعيني. لا ما خلص حتى شوفي ما اريد اشوفه. سامعيني. ايه صعب. ام طلال لا اسمعي تقول لك شيء. ليكي عم بتقول لك انا عم بتعذب، هي وهيدي اسمعي، وهيدي مثل بنتك، يعني انت تعرفتي عليها وعاشرتيها 5-6 سنين، زي بنتي كان عمرها 16 سنه بقى، ومرقنا بهالظروف كلها، ومرقت سوريا بهالظروف، وجيت هي بحالها وانا بحالي، بس ما بيصير ما بيصير تبقوا هالقد. عن جد بدك امانه. إيه؟ ما بتعزيني انت؟ على راسي من ايه فوق. بس ما بيجوز، خلص اجت اعتذرت وخلص رح تحطك على راسها، لا صعب. بس ما بيسوى تضلوا بعاد عن بعض. انا عم بلاقيها مفترقين. صعبه علي. صعب بعرف، بس صعب بدك كتير. بدك تتخطي شعورك، بدك تتخطي شعورك يا ام طلال، وانت ست قويه وست طيبه وقلبك كبير، بدك تتخطي هذا الشعور. انت عندك حقد شيء؟ انا قلبي انت طيب. بقلبك في حقد؟ لا انا شايفك بس طيب قلبي، انا بعرفك بس قلبك. جرحتني. ولك هلا اذا انا بتشوفيها قدام جيرانها قدام اهلها لا خلص بتقول لي اطلعي يا ام طلال، يا ام طلال خلص، ولك اتركي هلا كل هالاهل والجيران. بتذكرها كثير بتاثر. طيب اسمعي، خليني اقول لك شيء. صعبه. كم واحد الجيران؟ 10 20 جرحتك قدامهم؟ اهلها كم واحد؟ سنه ما عم بشوف حفيد، ما عم 100. بشوف. اسمعي شوي، كم بدي عددهم كلهم مجمعيهم مع بعضهم؟ شي 100؟ طيب هلا ني في شيء ما بعرف اذا كم مليون، يعني فوق ال10 ملايين بدنا نقول، مش هيك؟ خليني اكون متواضع انه 10 ملايين عم بيشوفوا هالبرنامج، كلهم هودي شافوها عم تعتذر منك، وشافوكي انت الست المحترمه الكبيره اللي بدك تعرفي كيف بدك تسامحي. احكيها يا خديجه. سامحيني ماما، والله غلطت وما بقى عايدة، والله ما بقى عايدة يا ماما، ان شاء الله سامحيني، بوس ايديك سامحيني، بوس ايديك سامحيني. اماني والله العظيم عم بتعذب انا، حياتي كلها تنجرح انا، ان شاء الله سامحيني، سامحيني يا ماما ان شاء الله. صعب ان شاء الله سامحيني. قلبك كبير، والله قلبك كبير، قلبك كبير، سامحيني. صعب. حجي هيدي فرصة بهالبرنامج انه خلص نرجع نصفي الامور ونصفي النيات، وقلت لك وعدتك انه ما بقى تعيدها وخلص، يعني ما بدي لح اكثر من هيك، عيب نضل نحكي بهالقصة، ما بتستاهل، ما بتستاهل. بقى كرمال كل العائلة، كرمال هالطفل الصغير اللي عمره 2 بده يشوف سته، ابنك احمد، ما يعني كل شيء عم بيصير حوالينا بسوريا ببلدنا وين ما كان ببلادنا كلها العربية، ولو وقفت القصة انه على كلمة انه اتخانقتوا على شيء بسيط، طلعي فيها قوليها يا بنتي الله بيسامح وانا مسامحتك والمسامح كريم. بس بدي اتذكر بزعل كثير. ما بقى تذكري، ما بقى تذكري، طلعي بالمستقبل. صعب، عملية صعبة. صعبة؟ والله بدي اقول لك كرمالك مسامح كريم. ايه
كرمالي بس طلع كرمالك. فيها ايه انا مسامحتك. كرمالك ايه كرمالك ده انسان كريم. ايه بدي افتح الستار. كرمالك. كرمالي. خليك اللي عندها لوين. ام طلال انا شفتك راكدي لندن بدك تسبقيها كنت حتى تسلمي عليها. قال هي بصعبه انا متقلة حالها ام طلال. ليكي ام طلال بتعرفي اغنيه صباح فخري؟ صباح فخر. ربة الوجه الصبوحي. قال كان عم بغني لك اياها الي؟ يا كان عم بغني لك اياها الي؟ الله عم بغني. لا عم بغني. طيب انا بشكركم. خديجه الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. خلص هلا بتعرفي كيف بدك تتعاملي مع امك. طبعا. اوكي أمي. يلا عند قصي مباشرة. هي مشتاقت له قلبها دايب عليه. قلبها دايب بس ما بدها تحكي. واحمد وسلموا لي على الجميع وعلى كل الاهل. يلا بالسلامة ان شاء الله. تفضلوا سوا. يعني هيك في وجوه امهات بيشوفون الانسان بس يشوفون بركة عن جد. الله يخلي كل الامهات. والى اللقاء في حلقات جديدة من المسامح كريم.